أول تعليق من حسين لبيب على فوز الزمالك اليوم على سولار الجيبوتي. الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك والمرشح الحالي على منصب رئيس النادي في الانتخابات القادمة، علق ولأول مرة على فوز الزمالك منذ قليل على فريق سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات إياب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. الكابتن حسين لبيب وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب معلقا على هذا الفوز قائلا: الزمالك أولا، ألف مبروك لكل الزملكاوية المخلصين، أهم الرجالة هم، كما قلنا هم رجالة الزمالك، انتظروا الزمالك قادم بإذن الله، الزمالك بجماهيره وأعضائه ولاعبيه، ألف مبروك للجهاز الفني وللاعبين، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. يذكر أن المباراة انتهت بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف ليضمن الزمالك الصعود إلى دور المجموعات من البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.